معانا في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك في أكلتك. معاكم دكتورة إيفات سوريال. هنتكلم النهاردة في آخر حاجة خالص في السلسلة بتاعت جوز الهند. احنا اتكلمنا، تعالوا نراجع من الأول. احنا اتكلمنا في مية جوز الهند، وبعدين اتكلمنا في الجوز الهند المبشور، وبعدين اتكلمنا عن لبن جوز الهند، والنهاردة هنتكلم عن زيت جوز الهند. زيت جوز الهند ده بقى قصة جميلة جدا 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 ومليان فوائد، يعني اختراع. أول حاجة حابة أشرحها لكم هو جدار الخلية بتاعتنا. كل الخلايا بتاعتنا ليها حيطة، كل خلية زي ما تكون بيت كده، والبيت ده فيه مطبخ وفيه حمام وفيه كل حاجة، يعني بيت فعلا، بس ليه حيطة. الحيطة بتاعته معمولة من دهون صحية. كل خلية الحيطة بتاعتها معمولة من دهون صحية. ينفع بيت يبقى مفيش حيطة كده منه على الشارع؟ ما ينفعش. اي ده اللي كلب معدي هيدخل، تراب في الشارع هيدخل، اي حد بيرمي اي حاجة هتدخل عندي في البيت، فلازم يبقى فيه حيطة عشان يبقى فيه بيت اصلا. الحيطة دي معمولة من دهون صحية، يبقى كل خلية في جسمنا محتاجة نصيب من الدهون الصحية اللي أنا باخدها. ماشي، طب تعالوا كده نفترض إن الحيطة رقيقة خالص مش نافعة. تعالوا ناخد مثال. البشرة بتاعتي، الحيطة ضعيفة بتاعت الخلية، اتعرضت لشوية شمس أصبح عندي تصبغات، أصبح عندي جفاف في الجلد، أصبح الجلد اللي هو محروق ده لأن الحيطة رقيقة أصبح بيقشر بسهولة، يبقى بشرتي بقت حساسة وتعباني جدا. طيب لو الحيطة دي مثلا في جدار المعدة، يبقى أنا المعدة بتاعتي مش مستحملة حاجة، ممكن يجيلي قرحة وهلم جرب. كل خلية لازم الحيطة بتاعتها تبقى قوية جدا عشان تقدر تحافظ على الخلية، فالخلية دي تقدر تعمل الوظيفة بتاعتها. الدهون الصحية هي اللي بتخلي لي الخلايا الجدار بتاعها قوي. بالإضافة لأن احنا اتكلمنا في حلقة من الحلقات اللي فاتت إن الدهون الصحية هي المسؤولة عن صحة المخ أصلا، لأن المخ معمول من دهون صحية. شكله حتى مش شبه العضلات، هو شكله دهون، المخ معمول من دهون. طيب يبقى أنا لازم اخد دهون صحية. طب بس هتخن؟ لا، ما انا هاخد قليل، وبعدين انا هلغي خالص الدهون اللي مش صحية. ما هي كده كده دهون وكده كده سعرات. لو هقارن، يعني مثلا انا معايا دلوقتي 10 جنيه، يا اشتري بيهم حاجة حلوة يا اشتري بيهم حاجة وحشة، يبقى اشتري الحاجة الحلوة. فانا معايا ممكن اخد مثلا 100 سعر حراري في اليوم دهون. طب هاخدهم دهون صحية مش هاخدهم دهون ضار، يبقى هقلل خالص الحاجات اللي فيها دهون ضاره زي البطاطس المقليه وزي الحاجات التسالي بتاعت البقال دي، الاكياس دي، وهقلل الحاجات كلها اللي فيها زيوت عاديه وهحط زيوت كويسه. يعني ايه؟ يعني لو انا بعمل كيكه مش هحط فيها سمنه صناعي مثلا، هحط فيها زيت جوز هند. بعمل كوكيز، بعمل اي حاجه مسكره، بعمل حاجه حادقه بس مش على النار، يعني مثلا بتبل فول وهاكله هحط عليه زيت زيتون. ما هي برضو الحاجات الصحيه مهم جدا بالنسبه لي. طيب الدهون الصحيه بتزود لي معدل الحرق، يعني تخليني اخس اسرع، بس ليها حدود معينه. يعني نفترض ان انا عشان اكل شويه فول قد كده هحط قدهم مرتين زيت زيتون، طب ما انا هتخن. فهي الزيوت الصحيه بتزود لي معدل الحرق، بس ليها حد معين وبتقف عنده. بعد كده لازم انا هاخد بالي من السعرات اللي انا باخدها. الدهون الصحيه هي مصدر حلو جدا للطاقه. سواء ابني بيذاكر، قام يتنطط يعمل رياضه، رايح الجيم، الدهون الصحيه هي مصدر رائع للطاقه، مضاده للبكتيريا والفطريات. وما اكثر الفطريات في العيال بتوعنا للاسف الشديد جدا، الكوتشي طول النهار والشراب مكتوم في الرجل، يرجع لك العيل في الاخر رجله بايشه خالص، ريحتها مش حلوه خالص وفيها فطريات. لازم نعمل كذا حاجه. اول حاجه نهتم بالغذاء الصحي، ناخد
حاجات مضادة للفطريات في الأكل بتاعنا زي الدهون الصحية، ولازم نفتح الحذاء بتاعنا ونحطه في الشمس يتنشر، ولازم أبقى مدياله كذا شراب ويبقوا كلهم قطن 100% التخين ده علشان خاطر يغير كذا مرة في اليوم. طيب الدهون الصحية بتخليني أشبع، بتخليني مش محتاجة إن أنا آكل كتير، بتخليني بشبع فترة طويلة، خصوصا لو حد عامل كيتو دايت. الكيتو دايت بيحتاج دهون كتيرة. لو انا فتحت في سكة السمنة والزبدة انا عليت الكوليسترول بتاعي، انا انضريت. انما لو فتحت في سكة زيت الزيتون وزيت جوز الهند انا حسنت صحتي. وفي ناس كتير بتعمل قهوة بزيت جوز هند الصبح في الكيتو دايت، بتفرق معايا جدا جدا في الحرق في اليوم كله. الدهون الصحية حلوة لمشاكل المخ عموما. كل مشاكل المخ بتتحسن لما ادي المخ الغذاء بتاعه اللي هو ايه؟ اللي هو الدهون الصحية. يعني زي ايه؟ زي الالزهايمر اللي هو النسيان بتاع كبار السن، وما عادش كبار السن دلوقتي، بيجي في سن اصغر من كده. الاكتئاب، الاكتئاب من الحاجات اللي بتستفاد جدا من الدهون الصحية. يعني ايه؟ يعني مستوى الاكتئاب نفسه بيقل لما اخد دهون صحية، يزيد لو خدت سكر كتير، لو خدت ملح كتير، لو خدت حاجات فيها مواد حافظة كتير يزيد. انما يقل لو انا خدت دهون صحية. والقلق وقلة التركيز والأرق اللي هو قلة النوم برضو بيستفادوا جدا من الدهون الصحية. يعني مش دايما اجري على الصيدلية واقول له اديني قرص لو سمحت، عايزة اقراص للاكتئاب، عايزة اقراص للنوم، عايزة اقراص للقلق. كل واحدة من دول ليها اعراض جانبية اوحش من اللي قبلها. يعني اقراص الاكتئاب بتقلل التركيز خالص وتخلي الواحد مش قادر يحس بحاجة، لا قادر احس فرحان ولا انا زعلان ولا اي حاجة، مفيش احساس. اقراص الارق دي بتنيم، بتخلي الواحد نايم حاسس ان هو مفصول عن الدنيا بس، انما عارفين الاحساس بتاع الواحد صاحي كده فايق، لا مش موجود، ما يديش هذا الاحساس. هنرجع بعد الفاصل نكمل مع بعض كل مميزات زيت جوز الهند. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن زيت جوز الهند وقلنا نراجع مع بعض بسرعة. بيزود معدل الحرق بس بحدود، مضاد للبكتيريا والفطريات، حلو في الكيتو دايت، حلو لمشاكل المخ عموما، وما نلجأش للإقراص، نلجأ للحلول اللي ملهاش أي أعراض جانبية. حلو في الإكزيما. الإكزيما هي عبارة عن العدو الأول للستات. جيت اغسل مواعين ايديا شققت طول الليل، بتنقح عليا، وجعاني موت. اجي تاني يوم الصبح احط ايدي في الميه احس ان انا حطيت ايدي في شطه، حرقاني جدا، مش عارفه اتصرف، حتى الجوانتي بيسرب لي ميه جوه بيتعبني. فالاكزيما من ضمن الحلول بتاعتها، اولا احنا عاملين حلقه كامله عن الاكزيما، اللي حابب يطلعها من على اليوتيوب يطلعها. لكن انا مهم عندي جدا ان انا اخد دهون صحية عشان ايديا اقدر، وبقى احنا داخلين على الشتاء، يعني ده موسم الاكزيما، فنخلي بالنا كويس جدا من الدهون الصحية علشان خاطر ايديا ما تشققش. الصدفية اللي عندهم صدفية، اللي عندهم جفاف في الجلد، اللي عندهم جلد الوزة اللي هو بيبقى محبب ده، اللي عندهم شعر مقصف وهايش، برضو مهم عندي ان البصيلة نفسها تاخد كفايتها من الدهون الصحية عشان تقدر تطلع لي شعراية ناعمة. صحة الفم والأسنان، قلنا الدهون الصحية مهمة لكل خلية من الخلايا بتاعتي، من ضمنهم خلايا الفم والأسنان. بس أنا زيت جوز الهند عندي بيعمل حاجة مميزة جدا في الفم والأسنان، بيعمل لي حاجة اسمها اويل بولينج. ما هو الاويل بولينج؟ معرفش اسمه بالعربي يعني ايه. أنا بجيب شوية جوز هند في معلقة واحطهم في بقي، بس مش ببلعهم، انا بفضل امضمضهم واحركهم يمين واحركهم شمال، واسيبهم شويه الناحيه دي واسيبهم شويه قدام
واسيبهم شويه على الجنب، وبعدين في الاخر خالص 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 بعد 5 دقايق بتفهم. ايه اللي بيحصل لي؟ انا بلخلخ التصبغات اللي لازقه في السنان، اللي عمرها ما هتطلع بالفرشه ومعجون السنان، بلخلخها، بخليها مش ماسكه قوي في السنه، بطلعها بره، بحيث ان انا بعد ما اخلص الموضوع ده لما اجي اغسل سناني الاقيها فعلا ابيضت. ممكن اعمل الكلام ده 2 في الاسبوع، بيجيب معايا نتيجه حلوه جدا جدا جدا. الاويل بولينج ده حاجه مخصوصه لزيت جوز الهند، مفيش زيت تاني يعرف ان هو يعملها لي. زيت جوز الهند مضاد للالتهاب، مهم لصحه القلب، مهم الحاجه في ناس كتير مش واخده بالها منها، مهم لافراز الهرمونات. يعني ايه؟ يعني حد عنده كسل في الغده الدرقيه، هو الهرمون ده عباره عن ايه؟ عباره عن دهون. فانا لما اساعد الغده بالدهون المطلوبه هو يقدر يفرز الهرمون بشكل احسن. مش هخف بس هتحسن. كل الهرمونات، كل لخبطه الهرمونات، التكيس المبيض، كل الكلام ده بيتحسن بنسبه لو انا زودت الدهون الصحيه بتاعتي. وليه تأثير حلو جدا على هرمون الايستروجين بتاعي. فحلو للستات اللي هم الكبار اللي يعني قدي كده، حلو جدا ليهم زيت جوز الهند. طيب تعالوا نتكلم في وصفات زيت جوز الهند. اول حاجة ممكن نعمل بيه كوكيز او كيك، طعمه بيبقى حلو جدا. مالاش نعمل بيه حاجة حادقة، يعني ما ينفعش اعمل بيه فول ما هو بيبقى فيه برضو ريحة جوز هند، فالفول مع جوز الهند مش نافع، هو الفول صاحبه زيت الزيتون. انما لو انا هعمل حاجة مسكرة لا، انا اعملها بزيت جوز هند. زيت جوز الهند فعال جدا موضعيا، دي برضو ما اقدرش اقولها على زيوت كتيرة. بيتحط مع زبدة الشيا للإكزيما، بيتحط مع السكر وبنعمل بيه سكراب للشفايف، بيبقى حلو جدا. بنحركه كده يمين وشمال على الشفايف، بنتخلص من الجلد الزايد وبنغذي اللي تحته. بيتعمل سكراب مع القهوة للسليوليت، بس بالفرشة بتاعة السليوليت المخصوصة دي. بنعمل حركات دائرية بعد ما ناخد الشاور بتاعنا وننشف، بنبتدي نعمل السكراب ده، بينشط لي الدورة الدموية وبيحسن لي السليوليت. انما اي حاجة للسليوليت لما بتحسن شوية اول ما بوقفها بيرجع تاني، عشان ده عندنا استعداد وراثي ان يحصل لنا سليوليت. مع زبدة الشيا برضو بيتحط الكعب الرجل اللي لو فيه تشققات، بيتحط مع خل التفاح للشعر، وممكن نحطه بالليل على الضوافر بتاعتنا لو احنا حواليها في جلد مشقق. يبقى تعالوا نراجع مع بعض، علشان احنا خدنا عدد حلقات كبير قوي في جوز الهند. اتكلمنا اول حاجة عن جوز الهند المبشور، وقلنا فيه فيتامين أ ودال وه وكاف، فيش كوليسترول خالص، حلو جدا لصحة المخ. هاخد منه شوية صغيرين عشان السعرات اللي فيه عالية قوي، بس هدي لولادي كمية كويسة لان هما كده كده بيحتاجوا سعرات اعلى مننا بكتير عشان بيكبروا. ممكن نعمل لهم الجرانولا، وقلنا بتتعمل ازاي، بالشوفان وزيت جوز الهند والمبشور بتاع جوز الهند والسوداني وان كان زبيب. وقلنا ممكن نعمل الشوكولاتة بتاعتنا في البيت، وقلنا الطريقة، بنجيب الشوكولاتة الخام ونحط فيها زبيب وسوداني وجوز هند، وبنحط نقطة عسل صغيرة بلاش كتير. ممكن نعمل الكوكونات دروبس، وممكن نعمل دواير التفاح بتاعتنا جميلة جدا للأطفال. لبن جوز الهند حلو جدا للأطفال اللي ما تقدرش تشرب لبن عادي، وفي الصيام حلو جدا للبيت كله، بس هو المشكلة ان هو السعرات الحرارية اللي فيه عالية شوية. ممكن نعمل بيه وصفات، وممكن نعمل بيه رز بلبن، ممكن نعمل بيه موز باللبن، فراولة باللبن، الكلام ده كله ممكن نعمله بيه. بيعلي المناعة ويدي ترطيب داخلي قوي جدا، بيظبط الأملاح بتاعت جسمي، ومضاد للالتهاب. وقلنا البطل بتاع القصة كلها زيت جوز الهند، فيه دهون صحية، حلو جدا للأطفال في المذاكرة، حلو جدا للناس اللي عاملة كيتو دايت، حلو للإكزيما وحلو للشعر وحلو لصحة الفم، مضاد للالتهاب، مهم لصحة القلب وللناس اللي عندهم اختلال في الهرمونات. ممكن نعمل بيه أي وصفة احنا نفسنا بيها، كوكيز، كيكة، أي وصفة مسكرة ممكن نعملها، لأن أنا لما أعملها في البيت أنا بتحكم في نسبة السكر بتاعتها، مش هخليها مسكرة قوي ومش هخليها مليانة دقيق قوي للأطفال،
وممكن نعملها زيت جوز الهند ممكن نحطه في وصفات طبيعية زي للإكزيما وزي للكعب المشقق وللشفايف المشققة، ولو حد عنده سيليوليت، والناس اللي عندها حوالين ضوافرها فيها حتت صغيرة متعورة كده. يا رب تكون حلقات جوز الهند عجبتكم، وإن شاء الله نتكلم في مواضيع كتير جدا في الفترة اللي جاية، وأشوفكم على خير.